بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله معانا النهاردة فيديو جديد ومعانا حلقة جديدة من قناتكم قناة المزرعة. متشكر جدا لدعمكم، متشكر جدا لتعليقاتكم اللي بتخلي الواحد يعمل فيديوهات ويتعلم ويدور ويحكي لكم التجارب اللي بتحصل معاه في المزرعة أو في المكان، ويحكي لكم على كل حاجة. فمتشكر جدا ليكم. فان شاء الله معانا النهارده حلقه جديده ومعانا حلقه مهمه ومعانا موضوع مهم. على قد ما هو مهم، على قد ما هو سهل، وعلى قد ما هو بسيط، بس حضرتك لازم تكون عارفه ولازم تكون عندك خلفيه عنه. موضوع النهارده سؤال ناس كتير بتساله، وبيجيلي كتير، بيجيلي على الواتس، بيجيلي في التليفون، بيجيلي في اي حته، والواحد بيلاقي ناس كتير بتساله: اعلف العجل مرتين ولا 3 مرات ولا 4 مرات، ولا اوكل العجل ازاي؟ خلينا نعرف. هو العجل اصلا انا عايز اوكله عشان يديني تحويل، فايه اكتر وسيلة او اكتر طريقة انا اقدم بيها العجل للاكل تديني تحويل؟ كل اللي انا عايزه منه اديله اكل، هو يديني تحويل، يديني لحمة. ده اللي انا عايزه من العجل. فقبل ما نشتري، قبل ما نتخش في الموضوع، ما تنساش تصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، وتشترك في القناة لو انت بتستفاد مننا اي حاجة. خلينا نعرف اللي العجل، كل عجل مش زي التاني. يعني العجل بيختلف عن العجل التاني، والنظام اللي ينفع عندي ما ينفعش عندك، والحاجة اللي تنفع لك ما تنفعليش. بس طبعا في اساسيات وفي حاجات كلنا ممكن نمشي عليها. وطبعا انت لازم تراقب عجلك في الاول وفي الاخر. يعني انا بديك التجربة بتاعتي، انا بديك اللي انا بشتغل بيه، انا بديك اللي هو بحول لي، بديك اللي هو الطريقة اللي افضل طريقة انا جربتها واشتغلت بيها. ممكن انت تجربها ما تنفعش عندك، فلازم حضرتك ما تسمعش كلام اي حد وخلاص. انا بجرب، انا سمعت اسلام، انا سمعت كذا، انا سمعت كذا، طيب الطريقة بتاعت اسلام نفعت ومشت معايا، يبقى 10/10. ما نفعتش، لا، مش معنى كده الاسلام غلط او الاسلام بيقول حاجة غلط. هي الطريقة نفعت عنده على عجول بس ما نفعتش عندي. فخلينا نخش في التفاصيل على طول. طبعا العجل الصغير غير العجل الكبير. العجل وهو صغير، يعني العجل الصغير بمعنى ايه؟ اللي هو مثلا من 100 كيلو ل 150 كيلو، اللي هو من فوق الفطام لحد 150 كيلو او لحد 200 كيلو. العجل طبعا في الفترة ديت بيبقى المعدة بتاعته لسه صغيرة، بيبقى الكرش لسه صغير. فطبعا العجل انا لو كبست عليه بوجبة علف تقيلة او وجبة علف محملة كده، العجل مش هيقدر يخلص. فالافضل للعجل الصغير اللي هو من لحد وزن 150 كيلو، اللي انا اقدم له 3 وجبات. 3 وجبات تكون وجبات صغيرة اللي هو يقدر يخلصها. ليه؟ لان العجل مش هيقدر يخلص الوجبة الكبيرة زي ما قلنا في اليوم. فانا هقدم له 3 وجبات، ال3 وجبات تمشي معاه. ليه؟ العجل لسه معدته صغيرة زي ما قلنا، العجل لسه طبعا ما خدش على الاكل، لسه الكرش بتاعه متكون، لسه ده كله. ده بالنسبة للعجل اللي هو الصغير. طيب طبعا عارفين العجل الصغير اللي هو لحد 150 كيلو، طبعا العجل ده مش محتاج علفة وخلاص. طبعا العجل ده محتاج كمية بروتين أعلى. ليه؟ لسه بيبني عظم، لسه بيبني جسم، لسه ده كله، فهو محتاج كمية بروتين أعلى، 18 20 21. طبعا بجانب اللي هو محتاج شويه تبن صغير، اللي انت تدخله التبن يبدا يتعود على الالياف، يبدا يتعود على السلاج، يبدا يتعود على ده كله. فالعلفه بتاعتي ما ينفعش تكون علفه وخلاص، لازم تكون علفه متزنه. علفه متزنه بمعنى لازم يكون فيها ذره، لازم يكون فيها رده، لازم يكون فيها صويا، لازم يكون فيها ملح طعام، لازم يكون فيها بالنسبة للأعمار الصغيرة لازم يكون فيها اللي هي مصدر للكالسيوم، لازم يكون فيها أملاح معدنية، لازم يكون فيها خماير. دي كلها حاجات بتساعد العجل اللي هو يكبر معايا، وبتساعد العجل اللي هو يحول معايا. طيب لو جينا العجل 200 كيلو، طبعا العجل ال 200 كيلو في الأول خلينا نعرف ان العجل بيحب الروتين. بيحب الروتين بمعنى ايه؟ يعني العجل انا لازم اظبط له ميعاد. اظبط له ميعاد ازاي؟ من الساعه 6 الصبح لحد الساعه 7 الصبح يبقى ده ميعاد علفه، اللي هي العلفه الوجبه الاولى. طيب تمام، الوجبه الاولى لازم كل يوم اظبط له الميعاد ده. ليه؟ انا لو اخرت ساعه او قدمت ساعه العجل بيشتت، بيتلخبط. فلازم حضرتك تمشي للعجل على روتين معين. طيب العجل الكبير اديله وجبتين ولا اديله 3 وجبات؟ هقول لك على اللي انا اشتغلت بيه. الافضل
انا جربت الثلاث وجبات. طيب كان ايه مشكله الثلاث وجبات معايا؟ مشكله الثلاث وجبات العجل ما بيلحقش يخلص الوجبه بتاعته. ازاي؟ انا مثلا بألفه الساعه 6 الصبح الوجبه الاولى. طيب العلفة دي عبارة عن ايه؟ العلفة دي عبارة عن العلف اللي هو المركز، اللي هو احنا قلنا مكوناته في اول الفيديو دلوقتي، عبارة عن الالياف اللي هي بقى موجودة عند حضرتك، سواء تبن القمح سواء تبن قش الرز، عبارة عن السلاج، لو في متوفر سلاج ممكن تضيف له سلاج. ديت العلفة المتوازنة، انا بديله علفة الساعة 6 الصبح. طيب هو عبل ما بياكل ده كله مثلا بخلصه على الساعة بعد ما انا بعلفه بساعتين بثلاثة. طيب لو جيت انا اديت له الظهر تاني علفة، طبعا هو لسه العجل لسه شبعان، لسه بيكتر، لسه بيشتر زي ما احنا عارفين، بيهضم الاكل. ليه؟ هو بيبلع وبعد كده يطلع الاكل يهضمه يكتر وبعد كده يبلعه تاني. فالعجل ما بيلحقش يهضم في خلال الفترة القصيرة دي. طب فبالتالي ايه اللي بيحصل معايا؟ في التالي في علف بيتهدر معايا، في علف بيفضل معايا في الطوال. طبعا ما ينفعش احط علف على علف. تنظيف الطوالة يا جماعة اهم من اللي انت تحط الاكل ذات نفسه، حتى لو هي فيها ايه كده، طالما العلف ما تاكلش لازم تشيله. هتشيله بقى تديه لحيوانات تانية، هتشيله تبقى تقدمه للحيوان بعد كده. المهم اللي انت تشيله، ما ينفعش تقدم علف على علف، لازم الطوالة تبقى نظيفة والطوالة تبقى متظبطة. طيب لو انا جيت حطيت له العلفه الثانيه اللي هي الظهر او كده، فالعجل مش هيكون لسه شبعان، طبعا مش هيخلص العلفه الثانيه، هو محتاج علفه ثالثه بالليل، فطبعا انا كده هدرت في العلف. طب وهدرت في ايه تاني؟ هدرت في الوقت. لو انا عندي مثلا كميه ولو عندي عجول، فالثلاث وجبات ما يمشيش، اللي انت بياخد وقت كتير، بياخد شغل كتير، العجل برضه ما بيستفادش منه كده. فانا جربت العلفتين واشتغلت بيه. فالعلفتين بعلفه علفة الصبح، بس المهم يكون ميعاد ثابت ويكون ميعاد محدد. العلفة الصبح انا بعلفها له بقدمها له، طبعا العجل ساعتين ثلاثة بخلصها، بقى انا ببص عليه لقيته خلص العلفة وكنس الطوالة، يبقى انا كده علفتي تمام، الميعاد بتاعها مظبوط، العلف بتاعي جودته ممتازة، المكان كويس. يعني ما ينفعش احط العلف في الشمس، ما تكونش الطوالة في الشمس واحط العلف، لازم الطوالة تكون مظبوطة، العلف ما يهدر، العجل ما يهدرش معايا علف، ما ينطور. في عجول بتخش على العلف تنطور العلف، لو العجول سايبه زي اللي قدام حضراتكم دي، فطبعا في عجول بتبقى شهيتها عاليه وفي عجول طبعا بتبقى شهيتها اقل. فانا المشكله ديت بحلها ازاي؟ المشكله ديت بحلها اللي انا بحط السلاج، بحط التبن على بعض، بحط العلف واقلب كله في بعضه تقليبه كويسه، ما بحطش العلف على وش الحاجه دي. طب انا لو حطيت العلف على الوش ايه اللي بيحصل؟ طبعا العجول اللي شهيتها عاليه بتخش تنسف العلف كله وتسيب ايه؟ ما خدتش هي ماده مالئه، خدت العلف وخلاص. طبعا العجول التانية اللي هي شهيتها ضعيف او اللي هي دي بتضربها العجول اللي هي فارده نفسها شويه في المكان بتضربها، فطبعا ما بتاخدش علف. ففي النتيجه هلاقي مثلا لو انا مربي 5 عجول او 7 8 عجول، في 3 4 عجول زي الفل عمالين يروحوا و3 4 عجول بينزلوا. فحضرتك لازم تاخد بالك من النقطه دي برضه. والعجول اللي سايبه عندك في المكان، لو انت بتربي سايب، لازم تكون كلها قد بعضها، 200 كيلو يبقى كله 200 كيلو، 150 كيلو يبقى كله 150 كيلو. ما ينفعش احط 300، احط 200، احط 150، احط 400. طبعا العجول يا جماعه بتتضارب وبتضرب بعضها وكله بيتضارب ساعه الاكل. طب انا ايه اللي يخليني متاكد ان انا بحط العلفه ديت في وقت كويس؟ اول ما احط العلف، لو لقيت العجول كلها بتكبس على الطواله معايا وكله بيجري عايز ياكل، فطبعا انا كده بحط في وقت مناسب، وكده هي العجول عارفه ميعادها، كده ده مؤشر يديني اللي انا علفته تمام والموضوع تمام والدنيا ماشيه معايا سليم. فموضوع العلفتين يا جماعه افضل من 3 علفات بالنسبه لل 200 كيلو فما فوق. بس طبعا العلفة لازم تكون زي ما قلنا، ما تكونش علفة وخلاص، العلفة لازم تكون مركزة وتكون متزنة. ملح الطعام يا جماعة مهم جدا على الأكل، إن شاء الله عاملين فيديو برضه ممكن تخش تشوفوا. البريمكسات مهمة جدا على العلف، ما هي أهم من العلف أصلا، الفيتامينات الخماير الحاجات دي كلها مهمة جدا على العلف. فأنا كل اللي يهمني العجل يكنس الطوالة، ياكل العلف بتاعه ويقعد يكتر، ده اللي انا عايزه. اجي الظهر هديله دريس مفتوح، لو هي عجول مثلا 200 كيلو ممكن اديله برسيم اخضر، لو انا عندي برسيم اخضر اديهم عادي مفيش اي مشكله. وطبعا يا جماعه الميه اهم حاجه، ما ينفعش العجل يستحمل الجوع،
العجل انا لو قعدت يوم، قعدت يوم ونص، قعدت يومين هيستحمل الجوع، لكن العجل ما يستحملش الميه. فطبعا الميه لازم تكون موجوده. طبعا في النظام السايب الميه موجوده 24 ساعه قدام العجول، لكن في النظام المربوط انت حضرتك اقل حاجه لازم تورد عليهم 3 مرات، تورد على عجولك ديت 3 مرات. ليه؟ لان العلف مركز فيه ملح فيه ده كله، العجل ما انتش ضامن ايه اللي يحصل. فطبعا ديت كانت حاجات حبيت اللي انا اشاركها معاكم، وحبيت اللي انا اقولها معاكم. زي ما قلت لكم في الاول، اللي بينفع معايا ما بينفعش معاك، واللي بينفع معاك ما بينفعش معايا. فانت لو وصلت معانا لحد هنا واحنا قدمنا لك اي حاجة تفيدك، ما تنساش تصلي على حبيبك النبي. اهم حاجة احنا بنتبارك في القناة وبنتبارك بيكم وبنتبارك في حياتنا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا النبي. ولو نسيت اي حاجة اقولها ما تنساش تسألنا عليها في الكومنتات. ويا رب يا رب يصلح حال كل الناس ويوفق الجميع ان شاء الله. السلام عليكم.